عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. معكم اسماعيل. هادو اصعب اللحظات واللقطات اللي عاشهم المنتخب المغربي في المباراة ديال ضد الكونغو. تفرجوا مزيان. هاد اللقطة الأولى ديال البيش، على بيش والله إلا عرفتي كان في واحد الوقت اللي جد مناسب من بعد ما زقنا بزاف ديال المحاولات. حكيمي صراحة جاب هي هاديك ناضية. أخونا مول صاحب دعوت الركراكي، والله الا بيت ناضي بالله صراحه. كان في واحد الوقت اللي كانوا باقي اللعابه باقي عندهم لينيرجي باش يلعبوا في الماتش. هنا خونا فاش صفر ديك البينالتي، خونا راه ما حبسش ليه الدم، حتى هو طاح تما بقى كيشرشر الدم مع راسه، وخلى الحكم باش يرجع للفار. شفت بينالتي اقسم بالله كنت كنتفرج معاهم الدار وقلت لهم غضرب في بوطو. ولكن شوف، واحد الحاجه، اللعابه كيخافوا من بونو. انا من ديك كاس العالم اللي لعبنا ولا اي لاعب تيقلب يمارك بواحد الطريقه صعيبه على بونو، ومع ذلك بقى التهشيره. هنا في هذه المحاوله هذه، كانت المحاوله كانت صعيبه على المنتخب. شوف كان طرا واحد ما تفاهمش شي مع هذاك اللعاب. شوف هاد البلاصه والله كانت صعيبه. هنا عندنا الزر، والله بونو راه قصب الصباع يديه باش خرجات. كانت حريت. هاد المحاوله كانت عندنا في الاخر. وشوف كان غيتشمارك علينا في دوزيام ميطا وكنا غنمارك. الميطا الاولى كانت ديال المنتخب المغربي 100%. الميطا الثانيه كانت ديالهم، واخا المحاولات كانوا متباينين وكان بامكاننا نماركيو. الصراحه جاونا جوج محاولات كان بامكاننا نماركيو. هنا صارت المباراه. وهنا غنجيو اللقطه ديال الركراكي مع خونا. جي يسلم عليه عادي، جي يهضر معاه عادي. خونا كان كيضيع في الوقت، ولكن غادي يدير واحد اللقطه باسله. شوف مد ليه اليد ديريكت، عطاه اليد كيف تقول لي شد في هذا. صراحه باس الخونه، والله الا باس الخونه بالله. هاد اللقطه هادي راه ما شفناهاش لا في التلفازه لا حتى شي حاجه. تحبس سميتو النقل في بلاصه تبلبلات. الدعوه ديال بصح راه نوضوا اللعابه مع ديال المنتخب المغربي مع الاخرين. شبكات النيش. خونا زعما كابيتان وهادشي راه زعما صراحه بقات فيهم ديك الشمته ديال كاس العالم. ديك ربعه اللي خداو، بقات فيهم الشمته ديال ديك ربعه اللي خداو. راه باقي ما تسرطاش، حيت راه حنا اللي قصيناهم. راه المغرب شدهم ويطحنوا. راه ما سالاش. راه واحد الحاجه، راه ما سالاش الطايفه هنا. راه مشاو حتى للفيسير وبداو كيضاربوا. وان راه شو غتشوف واحد اللقطه ان راه بونو غيحبس النصير مشى كيجري للفيسير غيشدو باش يحبسو من الطايفه باش ان ما تشبكش الدعوه تما. كلشي مشى كيجري. راه كاين فيديوهات بزاف ديال اللعابه لواحد اللحظه كامل مشاو كيجريو ديال الفيسير للمنتخب المغربي ديال الكونغو. المهم كيما شفتوا هادو هما اللقطات اللي كانوا في المباراه ديال اليوم. النتيجه كانت 1-1. ما نعتبروها سلبيه، ايجابيه في جميع الحالات. في الظروف اللي لعب فيهم المنتخب وفي الاجواء اللي كان فيهم. كانت الميطه الاولى ديال المنتخب المغربي، الميطه الثانيه كانت ديال المنتخب الكونغولي مع بعض المحاولات ديال المنتخب ديالنا. اللعابه عياو. كنا كنشوفوا المنتخب الكونغولي اللي هما مولفين بافريقيا وكانوا كيطيحوا وكيسخفوا وكيضيعوا الوقت، في حين ما شفنا حتى شي لاعب ديال المنتخب المغربي ان كيطيح ولا كيضيع الوقت. كانوا كيحاولوا يديروا المجهود اللي عليهم في ظروف اللي هي صعيبه. ما نقولوش ان اللعابه عليهم وهذا الشيء. راه شوفوا الفيديوهات ديال الجماهير المغربيه في التيران، اقسم بالله قهراتهم الحراره وهما جالسين كيتفرجوا. واخا انهم كيشجعوا كيستناو المنتخب، ماشي بحال انك كتجري 90 دقيقه. ان شاء الله ضمننا التاهل دابا وغنلعبوا الماتش الجاي، ونتسناو ديك الساعه المنافس ديالنا في الدور الثاني ويكون خير ان شاء الله. والماتشات من بعد على ما اظن كلهم بداو يلعبوا بالليل، ما يبقاوش يلعبوا بالنهار. وبالتوفيق الاسود اطلس. وكنتمناو من نساو هذه المباراه هذه 1-1 في ديك الظروف مناسبه. ماشي مشكل. تحيه لكم.